مسخن فلسطيني ينزل في القلب على طول. الاكله دي اساسها 3 حاجات: سماق، بصل، وزيت زيتون. يلا بينا نشوف الطريقه. ولتجهيز الفراخ هنحتاج رواق فراخ متقطعه بالمنظر ده، ورشه ملح بسيطه قوي، ورشه من الفلفل الاسود. ضيف زيت زيتون. الاكله دي اساسها زيت الزيتون. هبدا انزل بالفراخ ومعاها ميكس من التوابل الصحيحه. اقلبها كويس عشان تاخد طعم كل التوابل الصحيحه اللي انا حاططها في زيت الزيتون. هبدا اميكس التوابل دي واضيف نصهم بالظبط على الفراخ، واخلي النص التاني معايا. سيكريت انجريدينت للوصفه دي السماق. ضفنا شويه كتير منه على الفراخ، نسيب الباقي ونضيفه على البصل. في الوقت اللي انا بحمر فيه الفراخ على النار قطعت بصل كتير، والبصل من الحاجات الاساسيه في الوصفه دي، تقريبا هيبقى بالسم كده. هبدا اضيف عليه الجزء الباقي من التوابل اللي انا سبتها، وهبدا اضيف عليه سماق تاني. اميكس البصل بقى كويس. الله، ريحه الفراخ اصلا وريحه البصل بالتوابل دي حلوه قوي. بعد ما ضفت البصل كله كده اديله تقليبه مع الفراخ، وطول ما الفراخ على النار كده هبدا اقلبها كل شويه علشان تاخد طعم السبايسز اللي موجوده كلها. وبعد تلت ساعه تقريبا على النار ابدا انزل كل ده في الصينيه اللي هتدخل الفرن. وبكده صينيه المسخن جاهزه تدخل معانا الفرن نص ساعه ل 45 دقيقه كمان، وهتكون جاهزه على الاكل. طلعتها من الفرن، اشيل الفويل. الله، الريحه تجنن. التركايه بتاعتي اللي هتودي الاكله دي حرفيا في حته تانيه. في طاسه صغيره هبدا اضيف شويه من البصل وزيت الزيتون اللي نزلوا من الفراخ، معلقتين 3 بالكتير قوي. هضيف شويه من دبس الرمان بس مش كتير، وهقلب الكلام ده. هقلب كل الميكس اللي انا عملته ده، وادهن وش الفراخ كويس. وبعد 10 دقايق بالظبط تحت الشوايه صينيه المسخن جاهزه على الاكل على طول. اخد شويه من البصل وزيت الزيتون مع حته من الفراخ. حلوه جدا.